عمرك دخلت شغل وبعد كل يوم لقيت نفسك قاعد على القهوة مع زمايلك بتضحك وبتحكي وبتنسى نفسك؟ بس فجأة يحصل موقف تلاقي الناس اللي كانوا بيهزروا معاك بقوا باردين أو حتى ضدك، وتسأل نفسك هو ايه اللي بيحصل؟ واحنا هنا في أنتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا ندخل في الحلقة. اول حاجة لازم تبقى عارف ان احيانا الصحوبية في الشغل فخ مغري، وانت في الشغل الطبيعي الناس بتضحك وتهزر وتحس براحة، بس اوقات كتير الجو ده بيخدعك، فتفتكر ان اللي قدامك صاحبك مش زميلك، فتبدأ تتكلم اكتر وتحكي اسرارك وتقول رأيك بصراحة، وتيجي تتفاجئ ان الكلام اللي اتقال او اتفهم غلط. فمش كل ابتسامة في الشغل معناها ان قلبه ابيض، وان ساعات الهدوء بيحفظك اكتر من الاندماج. الناس اللي بتحافظ على الزمالة ساعات بيتقال عليهم مش اجتماعيين، بس الحقيقة هما بس حاطين حدود بتريحهم، ومفيش بينهم وبين اي حد خصام ولا قرب زايد يخليهم يتحرجوا، وده بيديهم امان نفسي وبيخليهم دايما محترفين. وانك تحافظ على مساحة بينك وبين الناس مش معناها انك بتجنبهم، معناها انك بتحمي نفسك. عارف ايه اللي بيحصل لما تكون قريب من حد في الشغل؟ تبدأ تاخد موقف حتى لو من غير قصد، وتبقى شايل من مدير علشان صاحبك اتخانق معاه، تبقى مضغوط علشان عايز تراضي الكل علشان العشرة، وفي الاخر تلاقي نفسك واقف لوحدك. لما تحاول ترضي كل الناس اوقات بتخسر نفسك في النص. علم النفس بيأكد ان في بيئة الشغل العلاقات القريبة جدا ممكن تخلق ضغط داخلي، لانك بتكون مطالب دايما توازن بين العاطفة والمصلحة، وده بيستنزفك، لانك بتبقى زميل محترم متعاون وتحافظ على الاحترام. ده مش برود، ده ذكاء اجتماعي. اللي يعرف يحط حدود بيقدر يحافظ على علاقات انضج بكتير. وعارف الخدعة بتكون فين؟ انك تسأل نفسك يعني نبعد عن الناس ولا لا. الصحوبية حاجة جميلة، بس مش وسط منافسة، ومش في مكان كل خطوة فيه بتقيم. خلي الصحوبية بره الشغل مع ناس ترتاح لهم فعلا، لكن جوه الشغل ابني احترام مش تعلق. والناس اللي بتحترمك في الشغل هي اللي ممكن تبقى أصحابك بره الشغل. وفي النهاية مش لازم كل زميل يبقى صاحب، ومش كل صاحب ينفع يبقى زميل. في الشغل احترامك لنفسك بيبدأ من حدودك مع اللي حواليك، وكل مرة تختار الزمالة بحكمة بتكسب احترام حقيقي يدوم حتى بعد الشغل ما يخلص. واحنا هنا في أنتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها.